النهاردة هنتكلم عن حاجة بحبها أوي، تجهيزات السحور في رمضان. يا سلام على السحور بتاع زمان. أول حاجة كنا بنعملها هي تجهيز الجبنة القريش. كنت بجيب اللبن البلدي من بتاع الحتة وأعمله جبنة قريش في البيت. أصب اللبن في حلة كبيرة واسيبه يبرد شوية، وبعدين أحط عليه شوية خل أو ليمون عشان يخسر، واسيبه 2-3 ساعات. بعدين أصفيه في قطعة قماش نظيفة واربطها وعلقها في المطبخ يسيح منها المية، ولما تجف أحطها في برطمانات زجاج ورش عليها شوية ملح وكمون. بتفضل معانا طول الشهر الكريم، وبيبقى طعمها حاجة تانية خالص. وكمان كنت بعمل مخلل اللفت والجزر والخيار. كنت أقطع الخضار وأحطه في برطمانات زجاج كبيرة واغليله المية مع الخل والملح والكمون، واسيبه يتخلل أسبوع قبل رمضان. يا سلام على طعمه وهو مع الفول والطعمية على السحور. وكنا بنعمل الفول المدمس في البيت، مش من العلب جاهز زي دلوقتي. كنت أنقي الفول وانقعه من بالليل والغيه في الحلة الحديد على نار هادية، واسيبه ينضج على مهله. وبعد ما ينضج كنت بفرزه في أكياس صغيرة واحطهم في الفريزر. وأنا كمان كنت بحب أخلط عليه طحينة وليمون وتوم. حاجة تانية مهمة في السحور بتاعنا كان اللبن الرايب. اللبن الرايب ده كنت بعمله بنفسي. أجيب اللبن الحليب من بتاعة الجاموسة واغليه كويس، وبعدين أسيبه يبرد شوية وأحط فيه شوية من اللبن الرايب القديم كروبة زي ما بنقول، واسيبه في مكان دافي لحد ما يخثر ويبقى لبن رايب. ده كان بيقعد الواحد طول نهار رمضان. الله يعينكم على الصيام يا حبايبي. عارفين ايه كمان اللي كنا بنعمله؟ الطعمية. بس مش الطعمية اللي بتشتروها من بره دلوقتي. كنت أنقع الفول المدشوش طول الليل، وفي الصبح أفرمه مع البصل والثوم والكزبرة الخضرة والبقدونس والشبت، وبعدين أحط عليه كمون وشوية فلفل. وكنت أعجن العجينة دي كويس وأسيبها ترتاح، ومع قرب السحور أقعد أقرص الطعمية وأقليها في زيت سخن. كان ريحتها بتصحي الحتة كلها، والجيران يصحوا على ريحة الطعمية بتاعتنا. كمان بنعمل البصارة. عارفين البصارة؟ دي شوربة من الفول المجروش مع الكرات والبصل، حاجة خفيفة على المعدة وبتدفي في الشتاء، وبتساعد الواحد يصبر للظهر على الأقل. كنت بعد ما خلص تفريزات السحور وابدأ أجهز شنط رمضان. كل سنة كنت بجهز الشنط دي بنفسي، ما كنتش أرضى حد يساعدني فيها. اعتبرتها عبادة بيني وبين ربنا. كنت ببدأ التجهيز من آخر شعبان، أجيب الأكياس البلاستيك الحلوين اللي لونهم أخضر فاتح وابدأ أوضب فيهم. الشنطة كانت بتبقى مهمة قوي للناس، كنت بحط فيها كل حاجة الفقير محتاجها في الشهر الكريم. أول حاجة طبعا الأرز، كيلو أرز كامل، وكمان كيلو سكر، ربع كيلو شاي، عبوة زيت صغيرة، كيس دقيق عشان الكنافة والقطايف. كمان كنت بحط عدس وفول مدشوش، علبة طماطم وكيس مكرونة. وما كنتش أنسى أبدا حلاوة الموسم، يميش رمضان، شوية لب وقراصية وتمر. الناس كانت بتفرح قوي باليميش ده. يا بنتي أنا كنت بحط برضو جوه الشنطة فانوس صغير للعيال، ما كانش فانوس غالي ولا حاجة، بس العيال كانت بتفرح بيه قوي. كان في ناس معينة في المنطقة عارفاهم من زمان، عيلة كبيرة بس أبوهم مريض، وست أرملة وعيالها، وعجوزة طيبة قاعدة لوحدها. كنت بعرف بيوتهم واحد واحد. مرة جيت أوصل شنطة لبيت واحدة أرملة معاها عيال صغيرين، لقيتها قاعدة على باب البيت بتعيط. قالت لي إن عيالها من الصبح مفيش في البيت حاجة ياكلوها، وإنها كانت خايفة ما يلاقوش فطار في أول يوم رمضان. لما شافت الشنطة حضنتني وبكت. الدنيا كانت صعبة في التسعينات، الناس كانوا بيعانوا من الغلا، بس كان في تكافل بين الناس مش موجود دلوقتي. رمضان مش بس صيام وفطار، ده شهر الخير والعطا. كان في لما بعد التراويح
الستات يقعدوا مع بعض يشربوا الشاي بالنعناع ويتبادلوا أطباق البسبوسة والكنافة ويحكوا عن حياتهم، والرجالة يقعدوا في القهوة يلعبوا طاولة ودومينو، والعيال تجري في الشارع بالفوانيس. الناس دلوقتي نسيت يعني إيه رمضان بجد. العيال دلوقتي ما بيعرفوش المسحراتي ولا سحور زمان، بيسهروا على الموبايل والكمبيوتر ويناموا للظهر. خلاصة الكلام، رمضان كان بيجمعنا على الخير والعطاء، كنا فعلا أسرة واحدة، والشنط دي كانت وسيلة نوصل بيها فرحة لناس محتاجة. الله يعيد علينا الأيام دي ويخلي رمضان داخل قلوبنا.